اتحاد الكرة فاشل، إدارة الزمالك فاشلة، الجهاز الفني الزمالك فاشل، إدارة الأهلي فاشلة، والجهاز الفني فاشل. السلام عليكم. مبدئيا أنا أول حاجة هتكلم على إدارة الزمالك. الزمالك إدارة فاشلة من مرتضى منصور لغاية فريرة، في عقود اللعيبة اللي مبالغ فيها سواء في أهلي وسواء في زمالك، في النتائج سواء في أهلي وسواء في زمالك. ليه؟ لما نفوز يقول لك اللعيبة رجالة، وكنا نقول اللعيبة رجالة. طب الراجل ده يكمل للنهاية، يعني انت قدامك موقع تاني بعد، انا بتكلم حاليا على الزمالك، انت معاك موقع تاني بعد ماتش انبي. يعني انا ماتش انبي نطلع فيه كن فيكون عشان خاطر انا ترتيبي الخامس في الدوري. مش هنقول لك انت ترتيبك الاول في الدوري، لا انت الخامس، بعيد ما بينك ما بين الاهلي فرق كبير. يبقى انا لازم نقلل الفرق ده. دي حاجة. الحاجة التانية في إدارة الأهلي نفس القصة، بس المشكلة بين الاتنين كله بيعلق شماعات، كله بيتكلم أصلا الملعب، لا أصلا الساعة البيولوجية، أصلا مش عارف إيه، أصلا مش عارف إيه. وده كله فشل، ده كله فشل. فشل بتداري بيه على الصفقات الفاشلة سواء في الفريقين. برضه أنا بتكلم سواء أنت بتتكلم في نقطة أول حاجة المفروض تركز فيها، تمام؟ الصفقات اللي أنت جبتها ادتني ايه من الفلوس اللي انا دفعتها؟ هل هي تستحق تلبس التيشيرت؟ هل هي تستحق فيها الفلوس؟ ليه يا سيدي ما نعملش فيه حاجة اسمها فترة معايشة للاعب، ان انا نشوفه؟ ليه ما نعملش كشف طبي للاعب من زي اوروبا وزي ما اتعمل لاي حد؟ صلاح نفسه لو مشي من ليفربول وراح اي نادي تاني بيتعمل له الكشف الطبي. طب ما صلاح بيأدي، ما لناش دعوة، احنا لينا سيستم معين. ده اللي المفروض يحصل في مصر، ده ما عندناش. كله الاهلي بيرمي اتحاد الكوره، اتحاد الكوره اصلا بيوقف مع الزمالك، والزمالك اتحاد الكوره بيوقف مع الاهلي، واتحاد الكوره ولا واقف مع ده ولا واقف مع ده، بيفشل مع ده وبيفشل مع ده. وفي نقطتين انا بقول لك اتحاد الكوره مش واقف فيهم. اول حاجه، النقطه الاولى، ان يوم ما شال الجواب من نادي الاهلي، اي نعم هي غلطه الاهلي، مش هنتكلم برضه غلطه الاتحاد، هي غلطه الاهلي. المفروض الاهلي انت داخل بطوله عارف ايه اللوائح وايه القوانين هنيتها. ما تجيش تقول اصلا لا يا باشا، انت لو فعلا اتحاد الكوره شايل حاجه، لا يبقى انا عندي علم. دي نقطه. والنقطه الثانيه اللي حصل في القيد بتاع الزمالك، قيد الزمالك اللي حصل فيه، ما انت لو مش عايز كنت هتعمل حاجه. انا يعني لو بنا الشوشره واللبلبه دي كلها كنت هجيد اللعيبه. معلش اللعيبه دي مش هتستلم كرنهاتها الله غير لما تدفع باقي المستحقات بتاعت النادي. كده الاعلام كله هيبقى انت مأيدك. لكن المشكله هي عدم ادارتك، كأن انت اتحاد كوره فاشل ومش عارف تديرها وبتغرق. طب ما هي كانت بسيطه، مش محتاجه كيمياء. كنت على الاقل انت كده كده سجلت اللعيبه، هنطلع بيان احنا سجلنا اللعيبه بس الكرنيهات مش هيستلموها الا غير لما يدفعوا المستحقات. دفعوها النهارده، دفعوها بعد شهر، دفعوها بعد سنه، وطلعت الكارنيه. انت كده موقفك سليم. انت ليه يا اتحاد يا كوره ضعيف للانديه؟ انت ليه ضعيف للانديه؟ هل الانديه بتدفع فلوس عشان تتواطى؟ مش عارفين. يا اخواننا والله العظيم اقسم بالله العظيم الاهلي والزمالك فرق ضعيفه من غير الدعم الجمهوري بتاعه. اتفرجوا على الاهلي لما بيبقى فيه جمهور، اتفرج على الزمالك لما لعب وبيجي فيه جمهور. هل صن داونز لعبت بجمهور؟ ما نقولكش. هل هي صن داونز احسن مننا كتنظيما كحكومه ككل شيء؟ احنا مش فاهمين. احنا لغايه الان مش لاقيين السبب ان هم بيشيلوا الجمهور، ان هم حاطين عدد معين للجمهور. ايه السبب؟ مش محتاجين. كورونا خلصت، اوروبا دلوقتي بص كله بيملى، اعمل احتياطاتك تمام عشان خاطر الجمهور اللي داخل. في كذا وسيله ان انت تقدر تدخل بها جمهور، لكن لا، فعلا انت مدخل لي عدد معين. وانت يا باشا احنا بقينا 2023 خلاص، الشغل ده قدم. بس يا ترى مين الحكومه؟ الحكومه المفروض تتكلم، وزير الرياضه
تلاقي وزير رياضه بيروح الخطيب للبيت وبيروح يجادل مرتضى منصور، وفي الاخر مستني من المنظومه اصلا تتعدل. احنا منظومه الكره فاشله. السلام عليكم.